الأحداث فيلمنا بتدور حوالين ميرا وجوزها هنري، وهنري بيكون بيشتغل مهندس معماري ويكون هو اللي بنى البيت الجديد اللي ساكنين فيه. وبنعرف من الأحداث إن هنري بنى البيت ده مخصوص وجهزه علشان خاطر مراته ميرا، لأنه كان وعدها إنه يبني لها بيت مخصوص ويقدمه لها كتعبير عن حبه ليها. وبيبلغها هنري إنه بعت دعوات الحفلة لأصحابهم بمناسبة بيتهم الجديد، وهم راجعين البيت بيتفاجئوا إن في آثار أقدام على الأرض وكأن في حد اقتحم البيت في غيابهم. وبتبدأ ميرا تخاف من اللي حصل وتقلق، وهنري هيحاول إنه يطمنها. وبتستغرب ميرا ان اللي اقتحموا البيت ما سرقوش اي حاجه، بالرغم ان عندهم حاجات غاليه ممكن انها تتسرق بسهوله، بس بيوعدها هنري ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني وبيطمنها. وبعدها بيوصل محقق من الشرطه علشان يعرف تفاصيل السرقه اللي حصلت في بيت هنري وعن سبب اقتحام اللصوص بيته. وبيعرف المحقق ان اللي اتسرق من البيت هو لابتوب وتليفونات هنري ومراته. ويبلغوا هنري ان ملوش اعداء ممكن يتوقع انهم يقتحموا بيته، وانه لسه ناقل محل اقامته للولايه جديد، وانه لما كان بيشتغل في ولايه تكساس قبل ما يجي ما كانش ليه اعداء فيها، وانه ما يعرفش السبب الحقيقي ورا اللي حصل، وان اكيد ما فيش حد هيسافر من ولايه لولايه تانية علشان يسرق منه تليفون وجهاز كمبيوتر. وكل اللي بيطلبه هنري من المحقق انه يبقى حاسس بالامان، وخصوصا ان مراته بتكون قلقانه ومتوتره طول الوقت. وبيلاحظ المحقق ان هنري بنى البيت بدون ما يحط اجهزه انذار ضد السرقات، وبينصحه المحقق بتركيبها في اسرع وقت. وبيوعده هنري انه هيتولى الموضوع ده بنفسه، وفعلا هنري بيركب اجهزه الانذار في البيت بنفسه. ولما بترجع مراته بتلاقي هنري رتب البيت زي ما كان الاول وصلح كل حاجه اتكسرت، وبتلاحظ انه ركب كاميرات واجهزه انذار. وبيبلغها هنري ان الاجهزه دي مجرد احتياطات مش اكتر لزياده الامان علشان ما تبقاش خايفه. وهم نايمين بالليل ميرا هتقوم من النوم بسبب ان النور اتقطع، وبتصحي جوزها هنري بسبب خوفها من الضلمه. وهنري بيفسر لها ان الكهرباء اتقطعت بسبب المطر، بس هنري مش بتهون عليه مراته انها تنام خايفه من الضلمه، وبيقول لها انه هينزل يشوف مولد الكهرباء. وبيكتشف هنري ان في حد قطع الكهرباء عليهم لما بيشوف كابل المولد مقطوع، وبيشوف ان في حد جوه البيت وبيجري هنري عشان يلحق مراته قبل ما يحصل لها حاجه. ولما بيدخل عليها البيت بيلاقيها مربوطه، وبيفكها وبياخدها علشان يطلعوا من البيت قبل ما يحصل لهم حاجه. وبيشوف الحراميه اللي دخلوا البيت وبيقول لميرا انها تقف مكانها وما تتحركش، وبيروح يجيب مسدس كان مخبيه وبيطلب من ميرا انها تتحرك، بس بيظهر من وراه واحد من الحراميه وبيهجم عليه، وبيقع المسدس من ايد هنري. بس هنري بياخد مراته وبيحاول يهرب قبل ما يقتلوهم، وبيستخبوا جوه اوضه. وبيهرب هنري مراته من البلكونه وبيديها مفتاح العربيه وبيطلب منها انها تهرب، بس الحراميه بتمكنوا ان هم يمسكوا هنري قبل ما يهرب هو كمان. وميرا بتجري وتستخبى في العربيه، وساعتها بتسمع صوت طلق نار وبتفتكر ان هنري جوزها هو اللي مات. وبتتفاجئ ميرا بهنري هو اللي معاه المسدس وبيكون قتل كل اللي اقتحموا البيت. وبعدها المحققين بيعرضوا صور المجرمين اللي اقتحموا البيت على هنري ومراته ميرا علشان يتعرفوا عليهم، وهنري مش بيتعرف على اي واحد منهم. والمحقق بيبلغهم ان المجرمين كانوا بيشتغلوا في تجاره المخدرات، وان في واحد من المجرمين نجا، وان هيتم استجوابه بعد ما يفوق، وانه موجود حاليا في العنايه المركزه، وان حالته تعتبر مستقره. والشرطه بتبلغ هنري وميرا ان المجرمين اللي اقتحموا بيتهم من عيله واحده، وان ليهم بنت مخطوفه من فتره وكانوا يدوروا عليها. ولما هنري وميرا بيرجعوا لبيتهم ميرا بيكون صعب عليها تنسى اللي حصل لهم، وعلى عكس هنري اللي بيكون طبيعي جدا وكأن مفيش حاجه حصلت. وبينصح مراته انها تتجاوز الازمه دي وتنسى اللي حصل، وانهم طول ما هم مع بعض هيكون سهل عليهم انهم يتجاوزوا الازمه. وبيخرج هنري عشان يشتري تجهيزات الحفله اللي عاملينها لاصحابهم بمناسبه بيتهم الجديد، بس بينسى محفظته واللي فيها الفلوس. ولما ميرا بتاخد بالها انه نساها بتنادي عليه عشان ياخدها، بس هنري بيكون مستعجل واتحرك بالعربيه. وبتكلمه ميرا على الموبايل وبتلاقي تليفونه مقفول، فبتسيب له رساله على البريد الصوتي انه نسى محفظته علشان يرجع ياخدها، بس بعدها هتقرر انها تلحقه احسن بدل ما يروح للسوبر ماركت ويرجع تاني علشان خاطر انه نسى المحفظه. ولما بتخرج وراه بالعربيه بتلاحظ ان هنري مش ماشي على الطريق بتاع السوبر ماركت، بالعكس ده رايح في اتجاه تاني، وبيكون الاتجاه ده هو طريق المستشفى المحجوز فيها المجرم. وساعتها هتسرح وتفكيرها هيتشتت، وبسبب كده هتعمل حادثه بعربيتها. ولما بترجع للبيت بتلاقي هنري وصل البيت وكان مستنيها، وبيستغرب انها خرجت من البيت. وبتحكي له ميرا عن اللي حصل لها وانها كانت عايزه تلحقه، وانه مشى في طريق غير طريق السوبر ماركت. وهنري بيقول لها انه اتلخبط ودخل طريق غلط، وانه لحق السوبر ماركت في اخر لحظه قبل ما يقفل. ولما بتساله عن الفلوس بيقول لها انه وعد صاحب المحل انه ممكن يدفع له الفلوس في وقت تاني لانه نسى المحفظه. وميرا وهي مروحه من شغلها بتعرف من صاحبتها في الشغل ان جوزها بعت لها رساله بالغاء الحفله اللي كانوا عاملينها، وميرا ما كانتش تعرف الموضوع ده. ولما بتسال ميرا جوزها عن سبب الغاء الحفله بيقول لها انه لغاها علشان مش عايز يزود عليها الضغوط اكتر. وقبل ما تتحرك ميرا بالعربيه هتتفاجئ بالشرطي اللي دخل يكلمها وكان بيطمن عليها بسبب الحادثه اللي عملتها، وبيسالها اذا كانت دي العربيه اللي عملت
بيها الحادثه وبتبلغه ميرا ان دي عربيه جوزها، ويبلغها الشرطي ان المجرم اللي اقتحم بيتها وكان في المستشفى توفى، وانه بلغها بالخبر ده لانها هتحس بالامان بعد ما عرفت انه مات. بس بتساله ميرا عن سبب وفاته رغم ان حالته كانت استقرت، والشرطي بيبلغها انه مات الليله اللي فاتت رغم انه كانت حالته بدات تستقر فعلا، بس محدش يعرف الاسباب. وبعد كلام الشرطي لميرا هتبدا تشك وتربط الاحداث ببعض، وهتدور على اخر مكان زاره جوزها بالعربيه عن طريق الGPS اللي موجود في العربيه، وهتروح المكان اللي راحه جوزها وهتلاقي بيته تدخله، تعرف ان البيت ده بيت واحد من اللي اقتحموا بيتها، وهتلاقي ظرف في البيت، والظرف ده كان من بتوع جوزها وخاص بيه. وفي صندوق البريد هتلاقي ظرف فيه كاميرا، بس هيظلها واحد من اهل المنطقه وهتخاف منه ميرا جدا لانه تهجم عليها وكسر لها الكاميرا لانه فاكرها كانت بتراقبه وبتصوره بالكاميرا اللي معاها. ولما ميرا هتروح البيت هتشوف جزء من الفيديو اللي على الكاميرا وبيظهر فيها ابو البنت المخطوفه، بس الفيديو بيقطع بسبب ان الكاميرا اتكسرت، وميرا هتطلب نوع الكاميرا من على الانترنت علشان تقدر تشوف الفيديو كامل. وبعدها بتبدا ميرا تفتش في مكتب جوزها على اي حاجه ممكن تخليها تفهم اللي حصل وعلاقته ايه بالموضوع، وهتشوف على الكمبيوتر بتاعه ملف لصور الشغل بتاعه، وفي الصور هتشوف صوره الراجل ابو البنت واللي كان بيشتغل عند جوزها. بس هنري في اللحظه دي بيكون وصل للبيت، وبتتوتر ميرا لما بتسمع صوت عربيته وبتخرج بسرعه من المكتب قبل ما يشوفها ويكتشف انها دخلته. وتقرر ميرا انها تشوف الصور تاني بالليل وجوزها نايم علشان تتفاجئ بالصور بوجود البنت المختفيه وابوها في الصور مع بعض وتتاكد ان في حاجه ورا جوزها. وتاني يوم بتقرر ميرا انها تبلغ الشرطه عن اللي عرفته عن جوزها، بس بتتراجع في اخر لحظه لما بتشوف الشخص اللي اعتدى عليها قبل كده مقبوض عليه، وبتفتكره انه هو اللي خطف البنت وان البوليس قبض عليه. ولما بتروح البيت بيسالها هنري عن سبب غيابها، ويبلغوا ميرا ان البوليس قبض على المجرم اللي خطف البنت. وبتسال ميرا جوزها عن علاقته بابو البنت اللي اتخطفت وايه السبب اللي يخليه يقتحم بيته، وانها شافت صورته وصوره بنته في ملف شغله، وتبلغه انها عايزه تعرف الحقيقه. وبيقول لها هنري انه اثناء ما كان بيبني البيت اللي هم عايشين فيه الراجل ده كان واحد من العمال اللي اشتغلوا في البيت، وكان عارف انه مجرم بس بالرغم من كده شغلوا معاه، وان في يوم جت بنته واتخانقت معاه وبعدها طردهم من الموقع هما الاتنين، وبسبب اللي حصل له كان عايز ينتقم منه وعلشان كده جه واقتحم البيت. وهنري بيقنع ميرا بكلامه وبتحس انها كانت غلطانه في حقه وانها شكت فيه، وهي في الشغل هيوصل الطرد اللي طلبته ميرا من فتره واللي فيه الكاميرا، بس ميرا مش هتهتم انها تشوف الفيديو لان الشك اللي كان عندها راح من ناحيه جوزها. وميرا وهنري هيكونوا بيستعدوا للحفله اللي كانوا عاملينها لاصحابهم، وفي وسط الحفله ميرا هتسمع في الاخبار بالصدفه عن المجرم اللي البوليس قبض عليه وشافته قدام الاسم، والمجرم ده بيكون متهم في قضيه تانية مش زي ما هي فهمت انه كان خاطف البنت. وبيرجع لها الشك تاني في جوزها، وساعتها هتقرر انها تشوف الفيديو اللي على الكاميرا اللي اشتريتها، وهتعرف من الفيديو اللي شافته ان ابو البنت المخطوفه واللي اسمها كريستين متاكد ان هنري هو اللي خطفها وانه مخبيها في مكان سري في البيت اللي بناه، والاغلب ان المكان السري ده في مكتبه. وبعدها ميرا هتروح مكتب هنري وتطلع على الرسومات الهندسيه للبيت علشان تعرف المكان السري، وبتفضل تدور في المكتب لغايه ما بتكتشف المكان ده فعلا، وبتقرر انها تدخله. وبتتفاجئ بكريستين مربوطه في كرسي ومش بتتحرك، وبتحاول ميرا انها تهديها وبتوعدها ميرا انها هتساعدها وتطلب لها النجدة علشان ينقذوها، بس بيتفاجئوا بظهور هنري. ولما بتساله ميرا عن سبب اللي بيعمله هنري بيقول لها انه مريض نفسي وانه ما قدرش يتخلص من مرضه ده، وانها مراته ولازم تتفهم المرض اللي عنده زي ما هو وقف جنبها كتير. بس بتقرر ميرا انها تكلم الطوارئ، وهنري بيطلب منها انها تسيب التليفون وما تعملش كده، بس بترفض ميرا انها تسمع كلامه. وساعتها هيجم عليها هنري ويضربها ويكسر التليفون ويربطها هي كمان، وبيسيبهم وبيخرج لضيوفه ويبلغهم ان ميرا كانت سكرانه وتعبت، ويودع ضيوفه عند الباب. وميرا بتحاول انها تحل نفسها من الحبل اللي مربوطه فيه وفعلا بتنجح، وبعدها هتحاول انها تفك كريستين هي كمان. ولما بيرجع لهم هنري تاني مش بيلاقيهم، وميرا بتاخد كريستين وبتحاول انها تهرب من هنري قبل ما يعمل فيهم حاجه، وبيطاردهم هنري بس ميرا بتقفل باب الاوضه عليه وبتحاول انها تخرج بره البيت، بس هنري بيقفل الباب بالقفل عن طريق التحكم عن بعد قبل ما يخرجوا، وبيستخبوا هما الاتنين منه. وهنري بيدور عليهم وبيلوم مراته انها فضلت كريستين عليه وانها بتساعدها رغم كل اللي عمله عشانها. وهنري بيهجم على ميرا ويضربها لغايه ما يغمى عليها، وبيتمكن انه يمسك كريستين ويرجعها تاني لنفس المكان اللي كانت محبوسه فيه ويربطها من جديد. وقبل ما يموتها هنري ميرا بتهجم عليه وبتضربه على دماغه وتنقذ كريستين منه، وهو بيموت هيسأل ميرا عن اللي هيهتم بيها من بعده، وميرا بتجاوبه انها مش محتاجه حد يهتم بيها وانها هتهتم بنفسها بعد كده. وبتخرج ميرا وكريستين من البيت، وبعدها بفتره ميرا بتقرر انها تبيع البيت اللي اتبنى عشانها بعد ما عرفت حقيقه جوزها اللي كانت عايشه معاه وكانت مخدوعه فيه. وبينتهي الفيلم على كده. ولعجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا اللايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق. سلام.